في إطار التعاون بين المركز القومي للسينما ونقابة المهن السينمائية تقام اليوم احتفالية لتكريم رواد صناعة السينما المصرية الذين ساهموا بجهدهم وفنهم في تطوير صناعة السينما، واستطاع كل واحد منهم أن يسجل اسمه بحروف النور على شاشة السينما الفضية. وتقام هذه الاحتفالية تحت رعاية المخرج الكبير الدكتور أحمد عواد رئيس المركز القومي للسينما الذي أعطى اهتماما كبيرا في تنظيم هذه الاحتفالية. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الفنان المخرج الكبير مسعد فوده نقيب المهن السينمائية ومجلس إدارة النقابة لحرصهم الدائم على إقامة هذه الاحتفالية، والتي ندعو الله أن تدوم لكي يتحقق التواصل بين السينمائيين بعضهم وبعض. كما أخص بالشكر والتقدير الفنان المخرج الكبير عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية المصرية لدعمه الكامل للسينمائيين وحرصه على التواصل بين السينمائيين وبعضهم البعض. والآن مع كلمة الافتتاح ويلقيها المخرج الكبير الدكتور أحمد عواد رئيس المركز القومي للسينما. مساء الخير جميعا. يعني طبعا أنا سعيد إن احنا النهارده مستمرين في نشاطنا واتفاقنا مع نقابة المهن السينمائية في تكريم رواد صناعة السينما في مصر. ويمكن النهارده الوضع مختلف شوية. السادة رواد السينما في مصر اللي كرمهم النهارده هم أساتذتي اللي اتعلمت منهم في المعهد العالي للسينما، اتعلمت معاهم في الحياة عموما، وفي لما اشتغلت معاهم. فالنهارده احساسنا مختلف. اساتذتي جميعا بدون ترتيب، لكن زي ترتيب الدكتور عبد العليم، الاستاذ علي الطرخان، الدكتور فاروق رشيدي، الاستاذ محمد راضي، الاستاذ محمد عبد العزيز، الاستاذ محمد نديم، والدكتور يحيى عزمي استاذي اللي اتعلمت على ايده. انا النهارده فرحان جدا ان احنا موجودين مع بعض، ولولا ما كنتش موجود النهارده ولا كنت رئيس المركز القومي للسينما. انا بشكركم بشكر خاص وبشكركم على ادائكم اللي عملتوه للسينما في الاخر. شكرا. والآن مع كلمة نقيب المهن السينمائية الفنان الأستاذ المخرج مسعد فوده. السلام عليكم. أساتذتي تحية تقدير وإجلال وإكبار وإعزاز. أنا بشكركم إنكم قبلتوا دعوتنا، والنهارده مش تكريم، هو الاعتراف بالجميل. أنتم أسهمتم للصناعة والصناعة في مصر والوطن العربي الكثير. وأنا جاني كلمة كده يعني أقول لزملائي اللي بيتحركوا في المكان ده وفي كل الأماكن اللي علقتوا فيها، تمهلوا وأنتم تسيروا وبرفق على هذه الأرض التي انتظرت وجهها بعلاقة الرفق. وأختم بأمر واجب أنا أرى واجب علي، وهو تكليف إن أنا أنحني أمام هذه القامات. شكرا.